السلام عليكم أستاذ ياسر، تحياتي لك وضيفتك الإعلامية المبدعة سارة الياس. أنا المصمم علي الموسى. أستاذ ياسر، سؤالي لضيفتك: ما هي أكثر حلقة برنامج خواطر سارة حبتها وكانت تتمنى أن الحلقة ما تنتهي، وبنفس الوقت بيت شعر أثر بيها؟ السؤال الثاني: شنو الموقف اللي صار معها ببرنامجها محرج أو مضحك؟ أتمنى تحكي إني. وتحياتي لكم، يا رب التوفيق لك وضيفتك الإعلامية سارة الياس. أول شي طبعا تحياتنا إله، هو المصمم. شنو اسمه؟ علي. تحياتنا إله العلي. أكثر حلقة حبيتها، أنا قلت لك قبل شوية كل الحلقات حبيتها، ما عندي حلقة مميزة وهي حبيتها وهي ما حبيتها أبدا. بيت شعر أثر بي، هو حكيت لك يا قبل شوية مال أحمد الصالحي. هاي شغلة موقف مضحك. باكو فد يوم، يعني أنا باليوم أصور حلقتين ثلاثة، يعني مو حلقة واحدة. في يوم من الأيام أنا دا أصور حلقات، فصورت 3 حلقتين وبلشت بالثالثة. من بلشت بالثالثة أنا كلش تعبانة، قبلها بيوم ما نايمة. وقتها بالحلقة الثالثة مو أنا اللي سويت الإعداد، مدير أعمالي اللي كتب الإعداد. المهم بلشنا تصوير الحلقة الثالثة، قاعد الشاعر قدامي يعني حكى وسولفنا وترحيب وكذا أول قصيدة. فاني من خلال الأسئلة يعني وصلت مرحلة أنه كلش ما أشوف، من التعب انتهيت، بس أريد أكمل الحلقة. أكو سؤال من الأسئلة ما أشوف أني من التعب، فقلت له: فلان أنت حامل؟ كان هو باوع لي، قال لي: إيه والله علي 3 أشهر تعبان ميت. فيوم ضحكة وقفوا التصوير، قال بالشكو. بعدين انتبهت على نفسي، ظاهرة أنا نمت يعني ما أدري. زين ليش مبالغ الحمل؟ هو السؤال أنت تجامل؟ زين فايش قلت له: أنت حامل؟ اي والله علي 3 أشهر. لطيف لطيف. هو يعرف نفسه الشاعر. تحياتي له. دائما نقول اسمه لا ما ترهام.